ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن المشاعر بس بشكل مختلف شوية. لاحظت في الجلسات ان في ناس كتير بتتكلم انها بتتجنب المشاعر بتاعتها، خصوصا طبعا المشاعر السلبية. في ناس بتتجنب المشاعر الإيجابية على فكرة لأفكار في دماغها. بس لو جينا اتكلمنا عن المشاعر السلبية زي الغضب، زي الحزن، زي الاشمئزاز، زي الإحباط، الحاجات دي كلها التجنب بتاعها بيعمل ايه؟ بداية او اول الموضوع ممكن تبقى اعراض جسمية، قولون تعبان، الدنيا بايظة مثلا. طيب في حالة من الناس اللي بتتكلم معايا كان بيتكلم ان المهاجمة بتاعة البانيك اتاكس بتبقى موجودة بالليل وهو نايم، بيصحى مفزوع على وضع البانيك، ودي حاجة صعبة جدا. لما جينا نشوف الموضوع ونفصص الدنيا بقى لقينا ان في تراكم من تجنب مشاعر سلبية كتير جدا في مواقف فاتت كان ضروري يحصل فيها ان احنا نواجه او ان احنا نفهم المشاعر دي جاية تقول ايه ونتعامل معاها. لكن كان التعامل بيكون زي اللي هو حسب ما يقتضي الامر ده طالب مني نعمل واحد اتنين تلاتة، فانا هعمل الكلام ده بمنتهى الجنتلة ومنتهى البساطة. اما المشاعر فما كانش ليها حته الحسابات دي قوي. سرشت على الموضوع، لقيت فعلا في ارتباط بين الافويدنس او ان انا مش متقبل المشاعر دي او انا بتجاهلها وان يحصل بانيك اتاكس بعد كده. ولقيت دراسه طوليه. الدراسات اللونجيتيودينال دي عموما بتبقى دراسات تقيله، يعني بتاخد وقتها قوي، وكانت معموله على حوالي 2316 انسان، وكانت بتتكلم في نفس الموضوع ده، ان تجنب المشاعر السلبية او عدم تقبلها ممكن يوصلنا لبانيك اتاكس بعد كده. طب احنا بنعمل ايه في الموضوع ده، او احب ابسطه زي ايه؟ عارفين في الافلام بتاعت زمان اللي يبقى فيها اشباح وبتاع والكلام ده، بيفضل يبقى راقب الفيلم طول الوقت لحد ما يجي حد طيب ابن حلال كده طبطب عليه ويفهم هو عايز ايه. انت عايز ايه يا ابني دلوقتي؟ عايز يوصل رسالة معينة، عنده احتياج معين عايز يقوله. خلاص ساعة لما بنفهم بيرجع تاني بنلاقي الصورة بقى. خلاص بقى طفل هادي جميل ومع السلامة وباي باي، مفيش تاني خلاص. ده بالظبط اللي احنا بنحسه ناحية المشاعر. بنشوفها اشباح، مشاعر السلبية بنشوفها اشباح، بنشوفها حاجة صعب ان انا اتعامل معاها، فبفضل اتجنبها، مع ان انا لو شفتها سلمت عليها وشفت هي عايزة ايه هتمشي خلاص، فهمت رسالتها. فياريت نتعامل بالشكل ده مع مشاعرنا عشان الموضوع ما يتفاقمش مننا ونرجع نقعد نفصص في الموضوع ونشوف نجزأه ازاي ونحل كل حتة ازاي، ما دام احنا ممكن نحل موضوع بموضوع. ده كان الموضوع بتاع الفيديو النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي.